السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل وصفة سهلة وبسيطة تتاكل في أي وقت ومع أي حاجة. معايا كده الكمية اللي انتوا عايزينها من البطاطس، قطعتها مكعبات صغيرة، زجزاج بقى، مربعات عادية، براحتكم. هحمرها ونعمل الخلطة. معايا طاسة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت، هنزل بمعلقة صغيرة من التوم. هحمرها كده وتاخد لون يعني ذهبي فاتح. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل. شموا الروايح بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى عليها بطماطم وفلفل حامي، فلفل بارد براحتك، بس لما يكون حامي بيديها طعم حلو قوي. بس يا جماعة زودوا كمان طماطمية عشان تطلع معاكم طرية كده وجوسي كده. بعد كده هنزل عليها بمعلقة صغيرة من هريسة الفلفل، هديهم تشويحة مع بعض. وهنزل بقى بملح وكمون وكزبرة وبابريكا ورشة بسيطة من الفلفل الأسود. هديهم تشويحة مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده. وبعد كده بقى هنزل عليهم بالبطاطس بتاعتنا. بجد خطيرة بقى، مع فلافل، مع جبنة، تتاكل لوحدها في الفطار، في الغدا، في العشاء، في أي وقت. بجد تحفة يا جماعة. كل ده النار هادية جدا. هطفي بقى على النار وهبدأ أنزل عليها بقى بشوية بقدونس، بيديها طعم وشكل خطير. بجد ريحتها وطعمها هيعجبكم جدا. جربوها على ضمانتي. زي ما انتم شايفين كده هقلبهم كلهم مع بعض، وبعد كده هحطهم في الطبق. هنزل عليهم كده بشوية من البقدونس، وكلوا بقى أحلى بطاطس. بجد خطيرة. ايه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.